مساكم الله بالخير. اليوم نتكلم عن 3 جرائم ارتكبت في وطننا الحبيب الكويت من خلال 3 سنوات فاتت. أول شيء 2012 لما أعلن أحمد السعدون حل مجلس 2009 حل دستوري، وهني باع الوطن عشان يصير رئيس الأمة. هذه أول شيء. بعد ما أعلن صار صديق الحكومة وغير اسمه من معارضة إلى موالاة، ولما صاروا موالاة طقتهم الحكومة وضحكت عليهم وطردتهم وباع الوطن على سبة كرسي. الجريمة الثالثة اجتماع فلاح ومسلم مع رموز البلد، كسروا البلد كلها، القبائل كلها كسروها وغيروا تركيبة مجلس الأمة. والجريمة الأخيرة حل مجلس 2013. هذه المناسبة أقول جاكم مجلس الموالاة اللي كويتنا باعوها، لدستورنا نسيناه، جملة الحل صاغوها. تذكروا ايش بيصير في هذا المجلس الجاي. هذول جايين بانتقام، ينتقمون من الكويت ومن الحكومة وبيطلعون اللي الله يستر. ما حد يحب الوطن. اخر شيء يقولون برنامجهم انتخابي، ايش يقولون؟ ما نصوت حق مرزوق حق الرئاسة. مرزوق غصب عليكم بيطلع رئيس وبينجح، وانتم ما تقدرون تسوون شيء. شكرا.